بقع على الشمس أكبر من الأرض، انفجارات وطاقة هائلة. كل 11 سنة بتدخل الأرض في دوامة من التغيرات، تأثير مرعب من الطقس إلى عقول البشر. الحروب، هل الشمس دور فيها؟ الحلقة الكاملة تكشف لك الغموض. من أكتر من 300 سنة والعلماء بيراقبوا ظاهرة غامضة على سطح الشمس. الظاهرة دي ممكن تكون السبب الخفي وراء الكوارث والحروب اللي بتحصل. هي بس مش مجرد بقع، ولكنها فجوات هائلة ممكن تبلع الأرض ومعاها كوكبين أو 3. إزاي القوى الكونية الهائلة دي بتأثر على حياتنا اليومية؟ وليه كل 11 سنة بتدخل الأرض في دوامة من التغيرات؟ هذا ما سنكشفه سويا في هذه الحلقة. البقع الشمسية دي عبارة عن بقع بتبقى أغمق من سطح الشمس، وكمان درجة حرارتها أبرد من سطح الشمس حوالي ب1000 درجة. ضخمة لدرجة إنها ممكن تبلع الأرض ومعاها كوكبين 3. كمان العلماء لما قعدوا يتابعوها ويتابعوا حركتها على وش الشمس لقوا عرفوا من خلالها إن الشمس بتدور دورة كاملة حوالين نفسها كل 27 يوم. وعلى مدى 250 سنة اللي قعد العلماء يلاحظوا فيها البقع دي لقوا إن بتوصل لذروتها كل 11 سنة تقريبا. وفي فترة الذروة دي بتكون الشمس مليانة بالبقع والانفجارات، وكمان بيبقى ليها تأثيرات مروعة على الأرض، تغيرات عجيبة في الطقس واضطرابات غريبة في المناخ. وكمان بتأثر على التكنولوجيا، ممكن تعمل انقطاع في خطوط الاتصالات والإنترنت والتلفزيون. الجزء المخيف بقى إن العلماء لاحظوا إن خلال فترة النشاط الشمسي دي بتزداد الاضطرابات النفسية بين الناس، توتر نفسي، وحتى ممكن توصل لنزعة عدوانية. أيوة، الإحصاءات كمان بتشير إلى أن عدد كبير من الحروب كانت في تزامن مع فترة ذروة النشاط الشمسي. فهل دي مجرد صدفة ولا في هناك علاقة خفية؟ كل التأثيرات اللي بتحصل دي مصدرها الانفجارات الشمسية اللي بتحصل جوه الشمس. بتبقى انفجارات هائلة بتطلع طاقة ومجالات مغناطيسية جامدة جدا من الشمس، بتخرج ألسنة من النيران بتوصل حوالي لنص مليون كيلومتر، وكمان في أوقات بتبقى بحجم الأرض. الانفجارات دي بتعمل سحابة من الجسيمات المشحونة، بتعمل مجال كهربي، وبتتحلل لحد ما تبقى ذرات وبتنزل مرتحلة إلى الأرض. ولكن بلطف من ربنا سبحانه وتعالى إن المجال المغناطيسي للأرض بيحمينا وبيعمل لها عملية انحراف. طبعا بيتسرب منها جزء، والجزء اللي بيتسرب ده هو اللي بيعمل تعطيل الأقمار الصناعية والاتصالات. وكمان النظريات بتقول إن الطاقة المغناطيسية الهائلة دي بتأثر على المجال الكهرومغناطيسي اللي جوه جسم الإنسان، واللي خاصة موجود في الدماغ، مسبب اضطرابات في المزاج واتخاذ القرارات. إذا الشمس مش مجرد كرة بعيدة عننا، ولكنها لاعب رئيسي في مسرح حياتنا. في المرة الجاية لما تسمع إن في عاصفة شمسية، افتكر دايما إن في طاقة كونية هائلة في طريقها، ممكن تغير من الطقس، ممكن تعطل الاتصالات، وكمان ممكن تأثر حتى على أفكارك ومشاعرك. هل أنت مستعد لمواجهة هذا الغضب الشمسي في ذروته القادمة؟ اكتب لي في التعليقات.